أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوا، أنا فاطمة من مطبخ شطة وكمون. النهاردة هنعمل أكلة أول يوم العيد، وكل سنة وأنتم طيبين. دي وصفة ال10 دقايق زي ما بيقولوا، حلويات اللحوم: كفتة وسجق وكبدة. ممكن على فكرة تغيري في أي حاجة فيها، ممكن تضيفي لحمة بدل السجق اللي يعجبك يعني. هنا بقى هندخل على التفاصيل بتاعتنا. صينية على النار سخنة بس كده، وننزل عليها بأي مادة دهنية. هنا عملت عندي كان حتة ليا، ممكن تنزلي بدهن عادي، زبدة، مفيش مشكلة، أي حاجة عادي. هنديه بس تشويحة بسيطة كده على النار لحد ما ينزل المادة الدهنية بتاعته. وننزل أول حاجة بالسجق. الترتيب مهم جدا يا جماعة في الوصفة دي، عشان مفيش حاجة تستوي قوي وحاجة تبقى لسه نية. السجق هياخد تشويحة بسيطة عشان لو في نسبة دهون هينزلها، بس أنا السجق بتاعي بلدي مش هينزل كتير. هنا بقى كده خلاص، ده كان السجق على جنب، وهنا كفتة هننزل بيها. وما تقلبيش في الكفتة كتير برضو لحد ما تاخد لون من تحت، عشان ما تفكش منها على النار. هنا بقى كده خلاص ركننا الكفتة بتاعتنا والسجق، وننزل بقى بالكبدة بتاعتنا. أنا كنت متبلاها طبعا قبل ما أصور، يعني كل الأكل كان جاهز قبل التصوير. دي بقى يا جماعة دي معلقة دهن، دي دهن مبشور، أنا كنت بعمله جنبي على النار، فخدت منه معلقة كده، زودت بيه، حسيت إن المادة الدهنية قليلة فزودت بيه بدل ما أحط زيت. ولو عادي لو في زيت محتاجة زيت عادي زودي، لو ما فيش دهن أو زيت عادي مفيش مشكلة. هنقلب بس كده خلاص. الكبدة بتاعتنا بدأت تتشوح بقى كده وتمسك نفسها. دي معلقة توم كبيرة مفرومة هننزل بيها. وهي كده خلاص تقريبا احنا هننزل بس بآخر المكونات بتاعتنا، وهتبقى كده خلاص وصفتنا أصلا سهلة وبسيطة وما فيهاش أي تعقيد. هنا بقى ننزل بالبصل بتاعنا، وحبية طماطم متقطعة شرايح، وقرن فلفل حامي، وهنقلب بس كده تقليبة بسيطة. ولو انت محتاجة صوص كتير زودي شوية مية بسيطة خالص معاكي عادي. دي بقى معلقة هريسة شطة، عشان طبعا لو محتاجاها سبايسي قوي. هي الأكل يا جماعة والله طعمها كان تحفة. هريسة الشطة برضو موديها في حتة تانية خالص. على فكرة الكاميرا ما صورتش التوابل، أنا تبلت بكمون وفلفل أسمر و7 بهارات بس، مش محتاجة توابل أكتر من كده. هنا خلاص أكلتنا خلصت، هنزين بس بشوية بقدونس على الوش كده، وعصرة ليمونة وبألف هنا، وشوية طحينة جنبها، وبالهنا والشفا، مش محتاجة أي حاجة تانية. كده خلاص أنا بدوق بس كده، كان المغرب أذن، بدوق حتة كفتة بس كده، لقيتها طعمها جبار والله يا جماعة، وبألف هنا على قلبكم. وخلاص كده أكلتنا خلصت ووصفتنا خلصت، وكل سنة وانتم طيبين وعيش سعيد عليكم. ولو الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للقناة. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي، وكل سنة وانتم بألف خير.